بعد التوكل على الله والصدقة والدعاء مفيش حاجة هتخرجك من الطبقة اللي انت فيها غير اللي هقولك عليه ده. الشركات فيها وظيفة مهمة جدا وهي الكاش مانجر، وده مهمته ببساطة انه يعلي الكاش ان ويقلل الكاش اوت مع الحفاظ على استمرار اوبريشنز الشركة. انت لازم تكون الكاش فلو مانجر لنفسك، لانك لو موظف او فريلانسر او حتى صاحب بيزنس فردي فانت بتبيع وقتك وصحتك عشان تحصل بيهم شويه فلوس. لازم تديرها بشكل كويس لان الدنيا مش طول الوقت بنفس الوتيره. اكسل شيت بسيط جدا وتحط فيه كل مصادر دخلك، مرتبك لو بيجيلك ايجار، اي اصل بيجيلك منه مبالغ منتظمه، جمعيه هتقبضها، مكافاه انت مستنيها. وفي نفس اللاين هنحط كل المصاريف: اكل، شرب، علاج، لبس، خروج، اقساط، ايجار، كل المصاريف. وهنعمل توقعات الدخل والمصاريف لمده 12 شهر. وهنعمل كولم في الشيت اسمها المركز المالي، وده بيحدد المحصله بتاعه الدخل والمصاريف كل شهر بشكل متراكم. لو المركز المالي في قفله الشهر رقم ايجابي او على الاقل صفر فاحنا في حته مش وحشه. لكن لو المركز المالي قافل برقم سلبي ولمده شهور كتير فاحنا هنا محتاجين وقفه. احنا محتاجين نعمل حاجه من اتنين: يا نقلل المصاريف يا نزود مصادر الدخل. ولو الرقم ايجابي فاحنا في حته كويسه جدا ممكن نبني عليها ازاي نخلي الفلوس هي اللي تعمل فلوس اكتر، ازاي تحصل على دخل اضافي او تقلل مصاريفك، او ازاي تخلي فلوسك تشتغل لك جنب شغلك وتزود لك دخلك. ده اللي احنا هنتكلم عليه في كل الفيديوهات الجايه. هتلاقي لينك لجوجل شيت فيه تمبلت لاداره الكاش فلو بشكل شخصي، وده هيساعدك ان انت تحسب مصادر دخلك وتحسب مصاريفك كل شهر وتطلع المركز المالي لنفسك بشكل شهري متراكم، وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. اللينك هتلاقيه في البايو.